سلام أحبتي الكرام. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي هو كما راكم تشوفوا في الصورة رولي بطاطا لضيافكم. الله الله، نبداو على بركة الله بعد الصلاة على الحبيب المصطفى. نجيبوا بطاطا تاعنا، نقيوها، نغسلوها ونقطعوها على شكل دوائر ونقليوها. بعدها نجوزو للحشو ديالنا. في مقله نحطو شويه زيت، بصل مرابي، نحمصو مليح هذاك البصل في الزيت، ومن بعد نضيفوا له كامل المقادير الباقيه. بلا ما تنسوا حبيباتي انكم تدعموني بلي لايك والاشتراك وبارطاج مع حباباتكم لتعم الفائده ان شاء الله علينا وعليكم. هنا بعد ما تحمس لي البصل ديالي نجيبو الدجاج ديالنا، بولي اشي. شتو البنات كي طاحت عليا المقله، استرني ربي الحمد لله. نبداو نحمسو تاعنا الدجاج مليح مع البصل حتى يتحمسوا مليح كما راكم تشوفوا. بعدها نضيفو شويه فلفل كحل، شويه ملح، ونخليو كامل المقادير تتحمس مليح حتى يطيب الدجاج ديالنا. هنا ضفنا الملح. نتمنى ان يعجبكم الفيديو ديالي، والحمد لله وصفاتي في متناول الجميع، يقدر يستعملها الغني والفقير. بشويه دجاج تقدري ديري ماكله الله الله. هنا حبيباتي بعد ما طاب لي الدجاج ديالي كما راكم تشوفوا، انا ضفت له فرماج، باسكو الفرماج يزيد له واحد البنه واحد القو ما شاء الله. نخلط الفرماج ديالي كامل حتى يدخل لي في الدجاج ديالي مليح. لازم يذوب لنا مليح في الدجاج. وهنا حبيباتي بعد ما قليت البطاطا ديالي كما راكم تشوفوا على الشكل هذا، نجيبوا البلا اللي يدخل للفرن، نفرشوا فيه ورق الطهي، ونبداو نستفوا البطاطا تاعنا بهذا الشكل، ما نخليوش كامل فراغ. نستفوها مليح على سطح البلاطو تاعنا بهذه الطريقه. والكميه ترجع على حسب افراد العائله. انا نرجع لكم بعد ما نكمل نستف البطاطا تاعي. انا بعد ما كملت ستفت البطاطا ديالي هكذا، ما خليوش الفراغات كامل، نغلقوها بهذا الشكل. نجيبو زوج حبات بيض ونضربوهم مليح ونحطوهم من الفوق وندخلوهم للفور. غير ينشف البيض تاعنا برك نشعلو له غير من الفوق. وهنا بعد ما نشف لي البيض ديالي خرجته، نضيف له الحشو تاعي بعد ما داب لي الفرماج هذاك، نحطو على السطح البطاطا تاعنا، نفرشو كامل. والله وصفة البنات غير تستحق انكم تجربوها، باسكو سهله و ميم طون فخمه، كيما نقولوا فخمه تتشرف تحمر الوجه. نفرشوا الحشو تاعنا بهذا الشكل. حتى تغطى كامل البطاطا ديالنا. بهذه الطريقه نجيبوا فرماج رابي على حسب القو. انا استعملت فرماج عادي
تاع الميزان يتباع، يستعملوه في البيتزا عادي، نحطوه من الفوق على السطح تاعنا، فرشوه كامل، وهذه اضافه. والحشو البنات كل وحده واش تحب تحشي الرولي تاعها. نبداو الرولي في الرولي تاعنا بهذه الطريقه، بهذا الشكل. استعيني بالورق الطهي يساعدك بزاف حتى نكملو كامل الرولي. بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا البنات. بهذه الطريقه نتحصلوا على هذا الرولي اللي راكم تشوفوا فيه. شوف يجي شاد روحه، حاكم روحه، الله الله. هنا كإضافة أنا خليت شوية فرماج ضفته من الفوق، وندخله للفور يتحمر لي ويذوب لي هذاك الفرماج. نرجع لكم بعد ما يذوب لي الفرماج ديالي. هنا البنات كنا حنرافقو انا بمرقه تاع الزيتون عادي. نطيبوها عادي كلي نطيبو مرقه زيتون اللي يعرفوها كامل الناس. انا ضفت له برك شويه تاع شامبينيو كاضافه. هذا مكان. هنا البنات بعد ما داب لي الفرماج تاعي خرجت الرولي تاعي من الفور، ونبدا نقطع فيه باش نحطوه في التباسه. شوفوا النتيجه شوفوا جاي شهي، والبنه واحد الريحه يا البنات والله غير شهيتكم بالجنه ان شاء الله يا ربي. ونتمنى انكم تسيوا وصفاتي وتخليوا لي تعاليق شابه. تسيوها ورجعوا لي الخبر. شوفوا النتيجه، الصوره تحكي على نفسها. انا هنا نبدا نحطوه بالصحن. شوفوا البنات جا الله يبارك، جاي يشهي. نتمنى منكم تجربوا الوصفه. وسلام الى الملتقى. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام البنات.